انا مش مع اللي بيقولوا ان احنا مصر كانت فيها حكم استبدادي لمده 30 سنه. انا بقول، واللي عنده حاجه غير كده برضه يقول، جاز نستفيد. انا شايف ان مصر كانت مستبده طول حياتها. احنا لم نعرف في تاريخنا كله حاكم تم اختياره بالطريق الديمقراطي على الاطلاق. ايام الفراعنه وما بعد الفراعنه، وفي عز الحضاره الاسلاميه اللي انا بنتمي ليها واللي مشروع الوسط هو جزء منها، ما كانش نعرف حاجه زي كده. ما كانش في ايام الحضاره الاسلاميه القديمه ما فيش حاجه اسمها ان الحاكم ينتخب. يعني الفقه السياسي البشري ما وصلش لدي، ما كانش وصل لدي. ثم بعد ذلك ايام محمد علي ما كانش اختيار شعبي، ده كان اختيار ممثلي بعض الاماكن والشخصيات والطوائف وبتاع. ثم بعد ذلك الحكم كان بالوراثه محمد علي. ثم الثوره، ثوره يوليو، كان حكم عسكري. والسادات جه بعد عبد الناصر عشان كان النائب بتاع عبد الناصر، وحسني مبارك جه بعد السادات عشان كان النائب بتاع السادات. وبالتالي احنا كنا محكومين حكم ديكتاتوري مستبد، حكم الفرد الواحد وحكم الرجل الواحد وحكم الاوعى الضعيف. ده كان اللي احنا عايشين فيه بقالنا طول حياتنا. وبالتالي ما نستغربش هذا الكم الهائل المتفجر من الأسئلة. ومن هذه الأسئلة سؤال أنا بقف عنده كتير وبقول: هل إحنا كنا كده طول حياتنا فيما يتعلق بالجزء الفكري الثقافي، بجزء الهوية؟ لأن الأسئلة التانية أسئلة بسيطة هتتحل. الدستور أولا ولا الانتخابات أولا؟ دي هتخلص. يا إما الدستور يبقى أولا يا إما الانتخابات تبقى أولا، والبلد هتمشي إن شاء الله. حكومة عصام شرف كويسة ولا وحشة؟ فاضل لها 3-4 شهور وتروح. مش هو ده الموضوع. المجلس العسكري كويس ولا وحش؟ على آخر السنة هيمشي. مش هيقعد أكتر من كده. وبالتالي الأسئلة العملية البسيطة ما نوقفش عندها كتير، إنما ممكن نقف عندها إن كانت انعكاس لفكرة وهوية وثقافة حاكمة. يعني انت بتلبس كده علشان ده الوضع الطبيعي بتاع كل الشباب، ولا هذا اللبس منعكس من ثقافة وإيديولوجيا معينة؟ انت بتاكل بالطريقة دي عادي جدا زي كل بيوتنا ما تربينا وتعودنا بناكل، ولا لأن طريقة الأكل دي منعكسة من ثقافة وهوية معينة؟ هنا تكبر التفاصيل، وهنا نتوقف عند بعض التفاصيل. ايه بقى الثقافة والهوية؟ ايه قصة الثقافة والهوية؟ احنا معتقدين او بنعتقد ان احنا ما كناش كده. ما كانش عندنا الانقسام ده ابدا. يعني ما كانش عندنا هذا الانقسام الحاد في الفكر والثقافة والهوية. ما كانش عندنا الكلام ده خالص. وان الكلام ده مستحدث، وانه عمره لا يزيد عن 200 سنة. احنا قبل 200 سنة ولمدة 10 أو 15 قرن أو 12 قرن تحديدا، 12 أو 13 قرن، ما كانش عندنا المشكلة دي. كانت مشكلة الهوية محسومة، والثقافة كانت محسومة. كانت هويتنا هي هوية الحضارة العربية الإسلامية. هي دي كانت هويتنا. فكان الخلاف حوالين بعض المسائل الاجتهادية، بعض المسائل المعيشية، إنما ما كانش فيه شرخ في فكر وفي دماغ الأمة. طب الشرخ ده جه امتى؟ الشرخ ده جه في اعقاب فتره جمد الفكر فيها واغلق باب الاجتهاد. وقعدنا حوالي قرنين من الزمان، اللي هو احنا قعدنا اول 10 قرون كنا نسود العالم كله. كانت اكبر امبراطوريه في العالم كله هي الامبراطوريه الاسلاميه، وكنا بنحكم العالم كله. بعد 10 قرون سنة الله في الأكوان، أسباب كتير ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. بعد 10 قرون قعدنا قرنين قفلنا مخنا وما عدناش بنفكر في الجديد، وقفلنا باب الاجتهاد. مش انتوا تسمعوا كده يقول لك ايه؟ واغلق باب الاجتهاد. باب الاجتهاد ده وانا صغير كنت قاعد اقول ايه هو الباب الاجتهاد ده؟ باب يعني باب كبير، باب عمارة مثلا، ولا باب شقة، ولا باب حمام، ولا باب مطبخ، ولا باب ايه بالظبط؟ باب الاجتهاد هو مفاتيح الفكر والمنهج والتصور والتطور اتقفل. وكان ده بسبب تدخل من الحكام المستبدين بمساعدة كثير من العلماء، وسادت كمية هائلة من الشعارات ومن التعبيرات ومن العناوين الكبيرة ان انت يعني وانت مين يعني؟ انت خلاص المذاهب موجودة والفكر موجود واللي فكروا ماتوا.
انت يعني هتجيب جديد؟ انت مش هتجيب جديد، خلاص. يبقى تلتزم باللي موجود. اذا كانوا المذاهب 4 اختار لك مذهب منهم، او اذا كان المفكرين قالوا كذا وكذا 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 في النظريات العلمية، اختار لك نظرية منهم ولا تخرج خارج إطار هذا التفكير. ونشأت شعارات عندنا كانت بالذات في الأزهر في الكتاب، لما كان الشباب الصغير أو التلامذة الصغيرين يطلعوا عندهم شيء من النجابة وشيء من الفكر، يكبتوا ويقاروا ويتقال له بس يا ولد ما تفكرش. ونشأت شعارات من ضمن مثلا الشعارات أنه من اعترض انطرد. وانت قاعد كده أنت كالميت بين يدي مغسل، أنت بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. الميت يعرف يتحرك؟ ما يعرفش يتحرك، شيل ايده يشال، شيل رجله يتشال، تقلبه على جنبه يتقلب على جنبه. من تمنطق فقد تزندق، من اعترض انطرد، ومن تمنطق فقد تزندق. دي شعارات حقيقيه، لما تفتحوا بطول الكتب القديمه تلاقوها كده، يقول لك فلان زنديق. يعني ايه زنديق؟ انا الزنديق ده في ذهني برضه وانا صغير اقول يعني واحد مثلا شكله اسود قوي قوي ووحش قوي وشعره عامل كده. يعني ايه زنديق؟ يعني زنديق يكاد يكونوا يكفروه كمان، لانه بيخرج عن حدود التفكير اللي احنا حطيناه لنفسنا، حطينا برواز وممنوع نخرج. في هذا الوقت كان الغرب بيتقدم، اوروبا بالذات نشأ نهضة علمية وصناعية جبارة في أعقاب الصدام بين الكنيسة والدولة. الكنيسة والدولة صادموا في بعض زي اللي انتوا عارفينه وعارفينه أكتر مني كويس قوي، وخلصوا الصدام، وبعدين بدأوا يدخلوا في عصر الايه؟ العلم، وبدأوا يصنعوا، وبدأوا يعني يتفوقوا عسكريا، وبدأوا يتفوقوا ماديا، وبدأ الجاب يوسع بيننا وبين الغرب، إلى أن فضل الجاب ده يوسع. احنا متمسكين بما عندنا وهم يتطورون، الى ان اصبحت المساحه واسعه جدا بيننا وبينهم، الى ان جاء يوم افقنا فيه الصبح كده على مدفع نابليون. تراك بيهاجم السواحل المصريه بايه؟ بشيء زي الجبارتي كده ما كاتب، شيء يقال له المدفع. احنا كان اقصى حاجه عندنا المهره ولا الحصان ولا الحمار ولا اي حاجه، والسهم والبتاع، هي دي كان اقصى حاجه. مدفع دك اسكندريه ودك رشيد ودخل واحتل وقعد، فجاء فوقع علينا هذا الموضوع في غايه من الابهار. اصبحنا في غايه من الابهار، ايه ده؟ ومش كده وبس، لأنا داخل والقصه ما كانتش قصه تفوق عسكري، لا ده كان تفوق علمي. لقينا المطبعه. يعني ايه مطبعه؟ احنا ما نعرفش الكلام ده، احنا نعرف الريشه والورق البردي وتقعد تكتب، ولو انت عايز تعمل كذا نسخه تقعد 10 15 بيعرفوا يكتبوا، كل واحد يكتب نسخه، وهو ده كلش يعرف. ما يعرفش ده دخل بالمطبعه الحروف وتطبع الموضوع. لا ده كمان مش كده وبس، ودخل فك حجر، رموز حجر شامبليون، وقرا الكتابة المصرية القديمة اللي احنا كنا بنتفرج عليها ومش فاهمينها، هو جه فكها وفهمها لنا. الله، فحدثت صدمة كبيرة عند المصريين، انقسم المصريون على إثرها قسمين. قسم يرى أنه لابد من أن نلحق بهذا التطور وبهذه الحضارة، ولأننا نريد أن نكون مثلهم فلا بد أن نفعل ما يفعلون. لازم ناخد بأسباب العلم، ولازم نتفوق عسكريا، ولازم نتفوق علميا، ونبقى زيهم برضو في أكلهم وفي شربهم وفي علاقتهم الاجتماعية المفتوحة والمنفتحة، وشرب الخمر والرقص وكل حاجة. هو فهم كده، هذا كان فصيل، أول فصيل فهم هذا، وكان فصيل وطني محدش يقدر يخونه. رأى إن يعني خلاص هم دول هم الحل، مدفع وعلم وتاريخ وجغرافيا وفهم وحاجة فظيعة جدا، فالحل ان احنا نمشي ورا دول. ولذلك نشأت كلمات وشعارات افكركم بيها في كتاب بالذات زي كتاب مستقبل الثقافة في لطه حسين، لما قال ان الحل هو ان نلحق بهذا الغرب فنأخذ بما أخذ به ونسير وراءه بخيره وشره وحلوه ومره. هو طه حسين كان خائن؟ ما كانش خائن، كان وطني، ولكن إدراكه وصله لأن التخلف اللي احنا فيه ده يا جماعة مش ممكن.
احنا قاعدين لسه نقول من اعترض انطرد ومن تمنطق فقد تزندق، والدنيا اتطورت بقت فين واحنا فين. لا احنا نمشي ورا دول، نمشي وراهم بكل حاجه بقى.